الأول كده تعالوا مع بعض نعرف مين هو القعقاع بن عمرو. القعقاع بن عمرو يا جماعة هو صحابي جليل وبطل عظيم وقائد لواء المسلمين والأبطال المجاهدين في كتير جدا من المعارك الإسلامية والغزوات النبوية الشريفة. اتولد في قبيلة بني تميم، ودي يا جماعة قبيلة عربية كانت في الجاهلية وصدر الإسلام، بتسكن في منطقة اسمها صحراء الدهناء وشمال إقليم نجد واليمامة في السعودية والعراق، وهو ده موطنها الأصلي. وكانت أسرته من أعظم أسر القبيلة، ووالده كان هو سيد القبيلة كلها. والقعقاع بن عمرو كان البطل الأول فيها، وأسلم على إيد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ووالده وأخوه. وفي فترة قليلة جدا ظهرت للرسول صلى الله عليه وسلم بطولاته وعزمه وذكائه في الحروب وجهاده في سبيل الله، وقربوا الرسول له، وده طبعا لكفاءته، وكمان خلاه من أبطال الطبقة الأولى للمسلمين زي حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. مش بس كده، ده الرسول صلى الله عليه وسلم منحه قلادة الراية الإسلامية وخلاه أمير على 500 فارس، وكانت له كتيبة باسمه اسمها كتيبة القعقاع، ودعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر. علشان كده قال عنه سيدنا أبو بكر الصديق: لا يهزم جيش وفيهم القعقاع بن عمرو. والقعقاع بن عمرو يا جماعة زي ما قلنا كان من أبطال الفتوحات الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين، وشهد الحروب الكبيرة ضد الفرس والروم، زي معركة القادسية ومعركة اليرموك وفتح المدائن وفتح دمشق وغيرها من المعارك الكبيرة. وقال عنه سيدنا أبو بكر الصديق كمان: صوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. وشارك بطلنا العظيم في حروب الردة الكبيرة. طبعا حروب الردة دي يا جماعة للي مش عارف معناها، هي عبارة عن سلسلة من الحملات العسكرية اللي خاضها المسلمين على القبائل العربية اللي ارتدت عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان في الفترة من 11 ل 12 هجرية، يعني تقريبا ما بين 632 و 633 ميلادية. أما بالنسبة لفتح مصر فاستنجد سيدنا عمرو بن العاص بمدد جيش من 12,000 مقاتل بقيادة خالد بن الوليد والزبير بن العوام والقعقاع بن عمرو. فحاصر جيش المسلمين الروم في حصن بابليون الشهير، ولما الحصار طول صعد بطلنا القعقاع بن عمرو الحصن بسلم كبير، وبعدها تبعوا بقية الجنود، فاستسلم الروم طبعا وسقط الحصن في ايد المسلمين. وبعدها اتجه الجيش لاسكندرية ورشيد ودمياط وبلبيس. اما بالنسبة بقى لفتح المنزلة، فكانت مدينة المنزلة يا جماعة في الوقت ده هي عاصمة الإقليم، وكانت السفن كلها بترسو فيها وبتجلب لها التجارة من بلاد الشام عن طريق البحر المتوسط. وعلى فكرة يا جماعة كان اسمها الأول تنيس البحرية قبل ما تلقب بالمنزلة. وكانت المنطقة دي بتعتبر من أغنى بلاد مصر لأنها كانت بتتمتع بخيرات البر والبحر. سيدنا عمرو بن العاص شاف إنه لو استولى على مدينة المنزلة وبنى فيها حصن هيقدر بكده إنه يحمي حدود مصر الشرقية، فبعت البطل الكبير القعقاع بن عمرو ووصل لها عن طريق صام. وكان شعب المنزلة قوي جدا وبيحب النشاط والعمل زيه زي أهل السواحل، زي ما احنا طبعا كلنا عارفين. ولما وصل لها القعقاع بن عمرو قدر انه يسيطر عليها. الكلام ده بالظبط كان في شهر ربيع الاول سنة 21 هجرية. وبعت لسيدنا عمرو بيفرحه وبيبشره بفتح المنزلة وبيوصف له خيراتها وبيترجاه انه يقيم فيها. فبعت سيدنا عمرو خطاب للقعقاع بيوافق طبعا ان هو يقيم فيها، وكمان عينه امير عليها، وقال له: بارك الله لك في منزلتك، وسماها منزلة القعقاع. وأقام فيها طبعا وبنى أول مسجد في الإسلام فيها وهو المسجد العمري. الكلام ده يا جماعة كله طبعا كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. والمسجد ده موجود في منطقة حاليا اسمها سوق السمك في شارع اسمه شارع الجلاء. أما القعقاع بن عمرو فاختار لنفسه سكن على شط البحيرة اللي موجود فيها الجامع بتاعه الحالي والمقام بتاعه اللي احنا موجودين فيه النهاردة. وتوفى القعقاع بن عمرو يا جماعة سنة 41 هجرية، واندفن في الحجرة اللي فيها المقام اللي شفناها مع بعض من شوية جنب المسجد على طول.